أعزائي المشاهدين، مساء الخير. بيشرفني وبيسعدني أيضا وبيشرف برنامج طبيب على الهواء أن يكون ضيفنا اليوم الدكتور عاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة مستشفيات ومراكز مغربي العيون، وأيضا المدير التنفيذي لمؤسسة النور الخيرية، ورئيس المجلس العربي الأفريقي لطب العيون، وأيضا له باع دولي، فهو أيضا مستشار منظمة الصحة العالمية لمكافحة العمى. الحقيقة دكتور عاكف غني عن التعريف، وهو أحد أعلام طب العيون في المنطقة وفي العالم، وحصل أخيرا على جوائز كثيرة على المستوى الدولي. الجائزة الدولية لمكافحة العمى من الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، الجائزة دي حصل عليها السير جون ويلسون اللي هو مؤسس برامج مكافحة العمى الدولية. يعني دكتور عاكف، أعتقد إحنا يمكن أبخسناك حقا في هذه المقدمة القصيرة، ولكن عايزين نستثمر وجودك معنا رغم مشاغلك الكثيرة ان احنا ناخد منك كثير من المعلومات عن موضوع في غاية الخطورة. اولا اهلا بيك معنا النهارده ضيف طبيب على الهواء. اهلا بيك. احصائية خطيرة قوي دكتور عاكف بتقول ان كل 5 ثواني بيفقد شخص بصره، وكل دقيقة بيفقد طفل بصره. يعني مأساة. ليه التزايد المستمر في نسبة العمى على مستوى العالم دكتور عاكف؟ في الحقيقه خلينا نبين حجم المشكله زي ما تفضلت انت، ابتديتها البدايه اللي تبين مدى كبرتها، ولكن لازم يبقى في وعي اكتر بالعمى. فاحنا في تقريبا في العالم 45 مليون شخص فاقد الابصار، بلاش نقول اعمى، وفي حوالي 135 مليون بيشكوا من ضعف او اخر من للنظر. يعني الحجم المشكله الحاليه اللي موجوده يصل الى 180 مليون شخص مصابين بنسب مختلفه من ضعف الابصار. مع الاسف كمان ده العدد الاكبر من هذه الاصابات، نسب الاصابات في العمى موجود في الدول الناميه وفي الدول الفقيره. اذا كمان ما قمناش بعمل او باشياء كثيره على مستوى العالم لمكافحه هذا الاصابه بالعمى، سيصل على سنه 2020 عدد المصابين بالعمى من 45 الى 75 مليون اذا فضلنا بدون اضافات جديده لمكافحه العمى في الوضع الثاني. ثانيا، كل سنه بيزيد من مليون ل 2 مليون. فده يوري لك ان حجم مشكله مش حجم بسيط، التفاقم، ويجب ان احنا يعني نوعي بهذا الشيء، سواء للحكومات، سواء للدول، سواء للمؤسسات الخيريه اللي اسمه ايه. اما ايه سبب تزايده؟ السبب في رايي انا انه زي ما شفنا انه مركز في الدول الناميه. الدول الناميه لها اقتصاديتها محدوده، بتمر بفترات كساد، فكميه الفلوس اللي بتحددها للصحه العامه بتبقى كميه قليله، ما يخص العين كمان بيبقى كميه اقل. وبعدين حتى اتخلق امراض جديده زي الايدز، دي برضو بتاخد جزء من الفلوس اللي هي كانت موجودة وما كانش معمول حسابها فيها. بيضاف كمان ان بعض الامراض اللي قضي عليها في السابق رجعت تاني موجودة. يعني زي الأولويات اختلفت. الأولويات اختلفت، زي مثلا الملاريا رجعت تاني، السل رجع تاني. تمام. وده بيأخذ من الشيء القليل المخصص للصحة العامة. حاجة تانية، متوسط أعمار الناس هيزيد تزايد كبير. يعني ناخد مثلا اذا كان اللي هم فوق 65 في سنه 2000 بيكونوا 6%، في سنه 2020 هيكونوا حوالي 8%. تمام. يعني معناها ان العمر زاد، فامراض الشيخوخه اللي هي زي الكاتاراكت اللي بتمثل 50% من اسباب العمى اصبحت دلوقتي هتبقى عددها اكبر كتير، فهيزيد من تفاقم المشكله. حاجة تانية من الأسباب الزيادات إن دلوقتي كل الأطباء بيتعلموا، وأول ما يبتدوا يتخلصوا تعليمهم، صحيح هم بيبتدوا من الأماكن البعيدة، بينتقلوا انتقال كبير. الأوربانيزيشن ده بينتقل من الدول، من المناطق البعيدة للدول الرئيسية، لأن الدخل فيها أعلى وده بيزود. يعني مثلا تبص تلاقي في افريقيا دلوقتي بسبب هذا الوضع بتلاقي في اماكن بيصل فيها طبيب، وهو في المتوسط في افريقيا كلها بيبقى الطبيب لكل مليون شخص. طبعا هذا شيء يوريك قد ايه حجم المشكله. ولكن في المناطق كمان بتصل لواحد لاثنين، واحد لثلاثه مليون.
لانه كله بيركز نفسه في المدن الرئيسيه. جميل. طيب هنيجي بقى لحكايه مبادره الابصار 2020، يعني اللي هو البصر حق للجميع. ايه المبادره دي؟ والله في الحقيقه دي مبادره دوليه، يعني انت عشان نحل هذه المشكله، والمشكله يعرفها منظمه الصحه العالميه وتعرفها الوكاله الدوليه لمكافحه العمى. معروف هذه الارقام لهم معروف، فقرروا ان لازم يتعمل شيء على مستوى العالم لان الموجود مش غير كافي. فقاموا في سنه 2001 اتصلوا ببعض المؤسسات الخيريه الغير الحكوميه وقرروا ينزلوا مبادره سموها البصر 20/20، هي مقابله سنه 20/20، أن البصر حق للجميع. جميل. هذه المبادره حتكون رسالتها هي القضاء، يعني محاولة القضاء أو تقليل الأسباب المسببة للعمى، خاصة اللي هي ممكن علاجها، وهي 60% من حالات المسببة للعمى، أو وقاية منها وهي 20. يعني هنقدر تقضي هذه المبادرة تقضي على 80% من الأسباب الرئيسية المسببة للعمى. طيب بستأذنك وبستأذن المشاهدين دكتور عاكف، بناخد وقفة إعلانية قصيرة وبنرجع نكمل الكلام في هذا الموضوع. إلى اللقاء أعزائي. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وأهلا بضيفنا الأستاذ الدكتور عاكف المغربي. احنا كنا بنتكلم قبل الوقفة الإعلانية دكتور عاكف عن المبادرة 2020. المبادرة أكيد لها لجنة تنفيذية أو أعضاء. مين هم أعضاء هذه المبادرة؟ هل هي مبادرة إقليمية ولا دولية ومنبعثة منها لجان فرعية؟ لا، هي في الحقيقة الميزة في هذه المبادرة لأول مرة على مستوى منظمة الصحة العالمية أنه بيعملوا مبادرة يشترك فيها الجميع. هي في الحقيقة ابتدت منظمة الصحة العالمية مع الوكالة الدولية لمكافحة العمى، مع يشاركها ما يطلق عليه لجنة العمل، اللي هي بتتحكم لجنة مركزية هتبقى مسؤولة عن وضع الأولويات والاحتياجات في جميع دول العالم، وتنسيق جمع الفلوس اللي محتاجينها كلها على مستوى واحد على مستوى العالم. بيشترك فيها غير منظمة الصحة العالمية والوكالة، بيشترك فيها مؤسسة النور الخيرية اللي أنا يعني تشرفت بإني أنشأتها في سنة 1990، ويرأسها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز. يرأس مجلس الأمناء في هذه المؤسسة الخيرية، واللي هي نشاطات كتير في أغلب الدول العربية وفي الدول الأفريقية والأسيوية. بيشترك فيها هيلين كيلر انترناشونال، بيشترك فيها أوربس، بيشترك فيها مجموع الاتحاد الفيدرالي لجميع جمعيات العيون، طب العيون على مستوى العالم كله. بتشترك فيها الأكاديمية الأمريكية، بتشترك فيها سايت سيفرز، بتشترك فيها مؤسسة كارتر، الرئيس كارتر. هم دول 10 مؤسسات هم دولية، اللي هم نشاطات دولية اللي بيشتركوا في هذا المبادرة، ويكونوا اللي ما يطلق عليه التاسك فورس. ده من الناحيه التقنيه ومن الناحيه التنفيذيه. طب لو احنا هناخد الكلام دكتور عاكف بقى وننزله على ارض الواقع، أيوة. اللي هنطبقه اللي هيجيب النتيجه المرجوه، أيوة. هل في فرق بقى بين المبادره دي على الناحيه التطبيقيه اللي هتفيد الجمهور، الناس اللي والشعوب ومنطقه الشرق الاوسط والعالم الثالث، هل فرق بين المبادره دي وبين غيرها من الجهود؟ لان اكيد في جهود حكوميه واقليميه ومنظمات غير حكوميه لمكافحه هذا المشكله، اللي هي مشكله الاعاقه البصريه او العمى. في الحقيقه ده سؤال كويس قوي، لانه ده فعلا تختلف هذه المبادره، لان زي ما قلت لك ان دي مبادره دوليه، بيحاولوا يشركوا العالم كله في مجهود واحد وعلى نظام واحد وعلى استراتيجيه واحده. أيوة. ف هيخلوا العالم كله فوكس مركز وينسق كل هذه الجهود، لان في مثلا تلاقي مؤسسه النور بتعمل شويه في السودان، وشويه مثلا في القاهره، وشويه في اليمن، وشويه وحاجات مختلفه، وتلاقي نفس برضو مؤسسه خيريه تانية دوليه عندها نفس النشاطات،
واحده بيبقى اكتر شويه، واحده اقل شويه. لكن الله، لو جمعنا الفلوس اللي هم دول بيحطوها، والفلوس اللي بتحطها المؤسسه الاخرى، والفلوس اللي بتجمع من تبرعات داخليه، ومجهود الحكومات، اكيد ده التنسيق والتركيز هيكون له فوائد اكتر. يعني انت بتحط مثلا 100 جنيه، انا بحط 100 ريال، انا بحط 1000 ريال. انا لما نجمع هذا ونقول له بدل انت بتعمل كله، لما انا وانت، انت بتعمل ده افضل، يبقى انت اعمله، انا اعمل حاجة تانية. فطبعا هتكون الفايدة اكبر كتير على مستوى العالم. انا هنا في جزئيه بهتم بيها قوي، لان احنا غالبا بنبدا بمشروعات طموحه، واكيد انت نعم. مريت في حياتك خبرتك الطويله بكثير من المشاريع، وبنبدا كويسين وعندنا حماس وحمقى، وفجاه يحصل نوع من الهبوط او الركود. يا ترى يعني تمشيا مع هذه المبادره الخلوقه الطموحه، هل في متابعه؟ هل في لجان متابعه حتى انها متابعه اللي بيجري على ارض الواقع يا دكتور عاكف؟ ما في شك هيبقى في رقابة. أيوة. والمهم يعني هتنشأ مراكز، ويمكن إذا حبيت نتكلم عليها دلوقتي أو نتكلم عليها بعدين. عملنا زي وحدة مكونة، يعني تكلفتها العامة، وحدة لعلاج العيون، تكلفتها العامة حوالي 500 ألف دولار على 5 سنين، بواقع 100 ألف دولار. هذه الوحدة بتكون مجهزة بالكامل، لها البنية التحتية بتاعتها، لها المصاريف التشغيلية بتاعتها، لها مصاريف التدريب، لها مصاريف الاستشارات الخارجية. يعني من ال 500 ألف ده مقسمين مثلا زي الدولار، مقسم 140 ألف للبنية التحتية، جميل. 210 ألف المصاريف، 100 ألف للتريننج، 50 ألف دولار للاستشارات اللي هي بتيجي من الترشري كير سنتر. يعني لكل مراكز زي دول لهم ترشري كير، يعني حاجات متقدمة بتعطى مخصصة لها ال50 ألف دولار دول عشان استشاراتها، وعشان تشرف عليه وتتأكد أنه بيقوم بالعمل الواجب عمله. طيب، العمى او الاعاقه البصريه او ضعف البصر الشديد عرض اكيد لامراض كثيره، ما هوش مرض في حد ذاته، وينتج عنه الكثير من الاثار السلبيه على الناحيه الفرديه، على الناحيه الاقتصاديه، انتاجيه الشعوب وخلافه. في رايك دكتور عاكف، ايه الامراض اللي بتسبب العمى اللي هتبدا المبادره دي؟ لان انتوا اكيد واضح ان انتوا عندكم استراتيجيه واضحه جدا ويعني مدروسه. هنبدا من حاجه الاخطر، او الحاجه اللي هي الاشم، او الحاجه اللي بتهدد ايه هي الامراض اللي هتبدا المبادره تكافحها؟ هو في الحقيقه انه مش ممكن ان احنا نعالج كل الامراض مره واحده. ده اكيد. هناخد الامراض الرئيسيه المسببه للعمى اللي هي بتكون النسب العاليه. جميل. حدد مثلا حاجه المياه البيضاء، التراكوما، عمى الاطفال، ضعف الابصار. فلما ناخد الاسباب دي ونحللها نشوف ايه وضعها بالنسبه للعالم، وايه الطريقه ان احنا نعالج بيها. جميل. مثلا زي المياه البيضاء. المياه البيضاء بتكون، او اللي هي الكاتاراكتا في بعض الحاجات، في بعض مناطق يقولوا عليها الساد، وفي بعض مناطق برضو يقولوا عليها المياه الزرقاء. يعني بتختلف من دولة لأخرى عربية. في الحقيقة دي بتكون 50% من سبب العمى. وحتى في الدول المتقدمة، اللي بيجرى في الدول المتقدمة أقل من الموجود. يعني الدول المتقدمة فيها كل الاحتياجات، وفيها كل اللوازم، وفيها كل الأجهزة، وبرضه فما بالك بقى في الدول الفقيرة. يعني ما ناخد مثلا مثل، احنا ايه حبينا نحدد ازاي نقيم دولة بتجري عمليات كافية ودولة ما بتجريش عمليات كافية. فاتعمل مسح، وجدنا ان مثلا في الدول، مثلا ناخد على سبيل المثال افريقيا. جميل. افريقيا وجدنا انه بيجرى فيها من 500 ل 1000 عمليه لكل مليون شخص. مثلا امريكا اللاتينيه بيجرى فيها من 1500 ل 2000 لكل مليون شخص. اما تيجي للدول المتقدمه زي الدول الصناعيه المتقدمه، فبتتراوح بين 4000 ل 6000. الولايات المتحده فوق ال 5000 لكل مليون. فطبعا الفارق فارق ضخم. فلابد من عمل شيء، ولابد احنا الهدف اللي عاوزين نوصل له ان يبقى لكل مليون على الاقل في 3000 عمليه. وده يعني معدل كويس
لو تم في الدول الناميه هيساعد كتير في تقليل اسمه ايه، ناخد مثلا في سنه 2000 العمليات المياه البيضاء اللي عملت على مستوى العالم كله حوالي تقريبا 12 مليون. احنا عاوزينها في سنة 2010 تصل إلى 20 مليون، وسنة 2020 تصل إلى 32. إذا نجحنا في هذا البرنامج اللي هو بينتهي في سنة 2020، أعتقد أن دي هتقلل كتير، هتنزل مستوى نسبة العمى من 45 مليون ل 12 مليون. وطبعا دي حاجة تبقى ممكن بالإمكانيات الموجودة الحالية تمشي وتبقى شيء طبيعي، وما يفقدش الاقتصاديات المبالغ الكبيرة اللي بتخسرها بسبب جميل. العمى. ننتقل لحاجة السبب الثاني وهي التراكوما. التراكوما من الحاجات برضو مشكلة كبيرة، لأنه بتكون في العالم دلوقتي حوالي 160 مصابين، فعلا مليون مصابين بالتراكوما. ولما تاخد تراكوما كل حاجاتها بتصل ل 500 مليون كمان. فرقم بس مركز في مناطق معينة وفي دول معينة، مش في كل الدول. طبعا علاجاته ومعالجته بتختلف. اذا كان اطفال فلازم هنديها، طلع انتيبيوتيك مضاد حيوي جديد اللي هو الازيثرومايسين، ده بياخد حبه واحده الطفل ويمكن نكررها مره تانية. الحاجه التانية بالنسبه للكبار اللي هم اصيبوا بيها وتكون لهم شعره فمحتاجين لجراحه ان احنا نعدل الشعره. عامل مهم قوي قوي تحسين البيئه أكيد. والنظافه، يعني توفير الميه وتوفير الصابون، ده من اهم العلاجات ان التراكوما ما تنتقلش من مكان الصحه العامه والاهتمام بالصحه العامة والاهتمام بيها، ما يبقاش في قذاره، ما يبقاش في الحاجات دي. نيجي بعد كده اللي هو السبب الثالث، وسبب تهتم بيه أوي المبادره، لان الاطفال هم شباب المستقبل واللي بتعتمد عليهم كل الدول. في الحقيقه الاحصائيات المتوفره لدينا دلوقتي انه في 500 ألف طفل بيصاب بالعمى سنويا. كمية العمى الموجودة في الأطفال حاليا غير اللي بيصابوا كل سنة 1,400,000، ولو ما اتعملش شيء هيوصلوا ل 2 مليون طفل أعمى بيموت منهم سنويا فوق ال 600,000. لأنه الطفل الأعمى بيبقى سبب عماه يا اما نقص في الفيتامين الف، ونقص في المناعه عنده، فعده اسباب بتخليهم يموتوا، بيموت عدد اكبر. طبعا ده شيء غير مقبول على مستوى العالم، ولازم الناس تعرف عنه، ولازم يهتموا به الاهتمام الكبير. طيب دكتور عاكف، بستأذنك وبستأذن المشاهدين أعزائي، بناخد وقفة إعلانية تانية قصيرة وبنرجع نكمل كلامنا والحديث الشيق والجميل والهام أيضا مع الأستاذ الدكتور عاكف. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وأهلا بضيفنا الأستاذ الدكتور عاكف المغربي. دكتور عاكف، احنا كنا بنتكلم قبل الوقفة الإعلانية عن الأسباب اللي بتسبب فقدان البصر أو العمى أو الإعاقة البصرية. وصلنا لحد حكاية عمى الأطفال، وبعدين ضعف الإبصار الشديد والمشاكل اللي بتحصل في الأطفال. يا ترى هل في هنا من أنواع معينة من الأمراض، وهل من جديد في هذا المجال يخص الأطفال ويخص موضوع العمى؟ لا، احنا هو زي ما تفضلت قلت لك العلاجات لها والعمل النظارات للاطفال في المدارس، ده شيء كتير مهم. وعلاج مثلا الامراض الخلقيه اللي عندهم ومنع حدوث العدوى. جميل. دي من الحاجات الاساسيه. يجي السبب الرابع اللي بتهتم به المبادره اسباب العمى، وهي ضعف الابصار. اخطر ضعف الابصار ده مشكله كبيره بيعاني منها 135 مليون. طبعا الشخص اللي عنده ضعف الابصار هتكون انتاجيته وعمله غير الشخص اللي نظره كامل، فده برضو بيفقد الاقتصاد جزء كبير. ودي حاجه كانت يعني في فترات كبيره مهمله، ولكن ابتدى دلوقتي نظامه. وسببها في الحقيقه الاساسي ان ما فيش اخصائيين كفايه، اللي يسموهم اخصائي فني بصريات، ما فيش على مستوى العالم عدد كافي انه يعمل النظارات. وقت الطبيب اذا استغلناه في عمل نظارات يعني معناها بنفقده من علاج الامراض المهمه والاسباب المهمه المصرية. فلا بد من تدريب عدد كبير قوي لعمل هذه النظارات، وايجاد كمان نظارات اللي تكون على مستوى عالي من الجوده ونفس الوقت تكون رخيصه عشان يقدر يتحملها
الشخص العادي اللي هو او اللي ما عندوش الامكانيات العاليه. نيجي اخر سبب من الاسباب وهو ضعف الابصار. ضعف الابصار ده في الحقيقه اذا كان ضعف بسيط فعلاجه بسيط، علاجه بسيط بان احنا بنعمل له مقاس نظاره اذا كان عنده قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم. اما اذا كان عنده ضعف كبير فده بيحتاج لمساعدات بصريه، سواء مساعدات بصريه او غير بصريه. وفي الحقيقه الموضوع ده كان فيه اهمال كتير برضه لتاهيل المعاقين بصريا اللي هم ما بيشوفوش خالص او بيشوفوا نسبة صغيرة، نسبة بسيطة ما بتقدرش تخليهم يؤدوا أعمالهم، أو إذا كانوا أطفال يشتركوا في المدارس العادية. في الحقيقة قامت شركة عربية بعمل برنامج أطلق عليه برنامج إبصار حسب الجمعية اللي أسسناها، جمعية جديدة أسسناها هنا في السعودية. يطلق عليها إبصار، مركز إبصار لتأهيل المعاقين. قدروا يعملوا لنا برنامج كمبيوتر يقرا للشخص الأعمى. يعني برنامج إبصار ده بتحط الشخص الأعمى بيحط كتاب أو اللي عاوز يقراه بيحطه على سكانر متصل بهذا البرنامج في الكمبيوتر، وبيبتدي البرنامج نفسه يقرا له بدون ما حد جنبه ولا اكتر من كده. البرنامج مش بس بيقرا له، البرنامج بيخليه يبعت بريد الكتروني ويستقبل بريد الكتروني، فاصبح متصل بالناس ويقدر يبعت لهم، مش محتاج حد يبعت له ولا حد يعمله. اكثر من ذلك كمان بيقدر يخش على اي موقع في الانترنت. أيوة. يخش على اي موقع في الانترنت ويجيب كل المعلومات ويقرا له هذه المعلومات. فطبعا دي غيرت لحد دلوقتي دربنا عدد مش قليل. لو تشوف التغير اللي حصل في حياة هذه الأشخاص اللي هي ما بتشوفش خالص، أصبحت على اتصال بالعالم كله، تحول شخص منتج. تحول شخص وأعتقد أن ده هيعمم على مستوى العالم، لأنه عملناه بالعربي. أكيد في برضه بالإنجليزي وفي بلغات أخرى، ولكن إنه موجود باللغة العربية طبعا هينفع كل البلاد العربية الموجودة. يعني هينفع عدد كبير من الأشخاص اللي هم فاقدين إبصارهم بالكامل. كذلك مساعدة الأشخاص اللي هم مش فاقدين بالكامل، إزاي أديهم المساعدات زي تلسكوب، زي تلفزيون كبير بيقرأ عليه، عدة أشياء. وده برضو ابتدينا نعمل مركز هنا في المستشفى وفي مصر وفي دول أخرى، وابتدت تطلبه دول أخرى. وحتى يعني تقدمنا لمسابقة عملها البنك الدولي دولية، اشترك فيها 176 مؤسسة خيرية ليست مخصصة في العيون بس، ولكن هم كانوا عاملين المسابقة دي بمبلغ حوالي 250 ألف لأي مشروع في التنمية الاجتماعية. فجاهز المشروع اللي احنا عاملينه كسب الجائزة الأولى، مما يدل على مدى اهتمام العالم بمثل هذا الوقت. هنا في جزئيه بقى مهمه قوي، سواء اردنا او لم نرد، طب يعني اقتصاد، وده واقع الحياه. طب يعني حسابات وتكلفه واجهزه، وساعاتك بتتكلم على مشاريع طموحه جدا وخلاقه جدا، مشاريع دوليه واقليميه، ما هيش حاجه محليه. ما مدى يعني التكلفه الاقتصاديه لكل هذا الموضوع، وتكلفه هل هي توازي نصرف كل هذه المبالغ الطائله بما يعوض تكلفة العمى من عدم فقدان الإنتاجية وساعات العمل وتأخر الدول وخلافه؟ وأنت سعادتك يعني رئيس مدير تنفيذي مؤسسة النور الخيرية، وأنا أعرف أن لك باع طويل في الأعمال الخيرية والمساعدات بجانب أعمالك ومشاغلك التانية. منين كل هذا الاقتصاد بيتحرك الموضوع؟ أنت بالنسبة لك يعني بالنسبة لي أنا شعبته لي جدا، بقى في ضخم اقتصادي. يعني خليني أدي لك فكرة بسيطة. اتفضل. التكلفة الحالية على اقتصاد العالم للعمى هي 42 بليون دولار سنويا. التكلفة اللي كمان الاقتصادية على العالم لو سبنا الوضع من هنا لسنة 2020 ستتراوح ما بين 41 بليون إلى 110 بليون. ده رقم يعتبر رقم بسيط كمان، لأنه مش مضاف إليه. تمام. الخسارة اللي بتحصل للمرافق للأعمى، ما هو ده مرافق بتفقد
انتاجيته وعاوز تدفع له، او يعني شخص بيتكلف انه يكون مع الشخص الاعمى. مثلا بعض الفقدان، الناس دي بتموت في سن، كل اشخاص فاقدي الابصار بيموتوا في سن اقل من السن اللي بيموت فيه الشخص العادي. فانت فقدت مثلا 10 او 15 سنه من انتاجيه شخص، تمام. لانه بيموت بدري. فاذا حسبت الارقام ده، فالرقم ده يعتبر رقم بسيط للحقيقه اللي هي موجوده. فطبعا ازاي هنجمع هذه الاموال اللي احنا محتاجينها لان انت محتاج تقريبا على 10 سنين، على 20 سنه هنحتاج ل 200 مليون. ده مش صعب في الحقيقه، لان احنا اوريدي كل المؤسسات الخيريه اللي بقول لك عليها العامله في هذا المجال بتقدر تجمع حاليا كل سنه حوالي 100 مليون نص تقريبا دولار. نفس المبلغ. 100 مليون دولار، فالباقي هو 100 مليون دولار. اعتقد 100 مليون دولار ممكن جمعهم من الناس من الشركات الكبيره ومن من الدول اللي هي الغنيه، لان ده واجب ان تتعاون، الشخص اللي عنده يتعاون مع الشخص اللي ما عندوش عشان نقدر نحل. فاعتقد ان ده هيبقى ممكن الوصول اليه، واحنا فعلا شغالين بقالنا سنتين. المبادره دي ابتديناها، اعلن عنها في جنيف سنة 2001. فالسنة اللي فاتت اتعمل مشاريع كتير، واعتقد انها هتكون لها جائز، لان ما فيش حاجة في الدنيا ما حدش بيحس ابدا بنعمة البصر الا فاقده. تمام. وما فيش حد بيحس بالسعادة الكاملة من النظر الا اللي فقده ثم استرده. اكيد. فاعتقد ان دي نقطة هتساعد وتشجع ناس كتير انهم يتبرعوا ويشاركوا في هذا العمل الانساني على المستوى الدولي. معلومة تانية أنا بقولها كمان للسادة المشاهدين، أن الدكتور عاكف المغربي هو أحد أول 5 رواد في العالم اللي أجروا جراحات استخدام الليزر والليسك في التعامل مع مشكلات وعيب الانكسار وبالذات قصر النظر. وانا الحقيقه يعني مش عايز احسدك، هنمسك الخشب على رغم كل مشاغلك ودراساتك وسفرياتك وابحاثك واعمال خيريه وعمليات وعياده. نفسي ان احنا تتاح لنا الفرصه وتتاح البرنامج الفرصه في المستقبل رغم كل مشاغلك، يعني ناخد منك نص ساعه نتكلم في موضوع بيهم شريحه كثيره جدا من المشاهدين والشباب والشابات اكتر يمكن من الشباب، مش عايزين النضاره والجواز وسعادتك عارف كل الكلام ده. نتكلم في موضوع جراحات الليزر وليسك، فيا ريت في المستقبل تتاح لنا فرصه اخرى باذن الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، في ختام هذا اللقاء بتقدم بخالص شكري للاستاذ الدكتور عاكف المغربي رئيس مجلس اداره مستشفيات ومراكز مغربي، وايضا المدير التنفيذي لمؤسسه النور الخيريه ورئيس المجلس العربي الافريقي لطب العيون ومستشار منظمه الصحه العالميه لبرامج مكافحه العمى. دكتور عاكف دائما لك النجاح والتوفيق. واعزائي المشاهدين بشكر لكم حسن وجودكم معنا، وليله سعيده هانئه، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.